صباح الخير مشاهدينا. طبعا احنا في اول يوم من السنة الجديدة سنة 2014. كل سنة وانتم وبلدنا الحبيبة مصر بألف خير وسعادة ان شاء الله. معروف في نهايات كل سنة ومع بدايات السنة الجديدة بتخرج علينا على صفحات الجرائد وعلى شاشات الفضائيات المختلفة نبوءات العرافين عن السنة الجديدة. ربما احنا في التلفزيون المصري لا نتطرق كثيرا الى هذه النبوءات، ولكن لفت نظرنا السنة اللي فاتت في 2013 وتحديدا في شهر مارس خرجت عالمة فلك هي اسمها جوي عياد على شاشة احدى الفضائيات وقالت والاخوان في عزهم ومرسي في عز اخوانة الدولة المصرية، قالت مرسي سيسقط. 30 يونيو القادم هو سقوط الإخوان وسقوط مرسي. طبعا الناس كانت بتستغرب. وبعدين الشيء الغريب أنها ظلت تؤكد هذا النبأ، ويعني وصفت مرسي بأنه أخنس مصر، وطبعا في الوقت ده جن جنون الإخوان. ايضا هذه الاستاذه جوي عياد ضيفتنا العزيزه اللي شرفتنا النهارده الصبح معانا وهي معانا على الهواء دلوقتي، قالت ان سيسقط ثلج على مصر. طبعا احنا ما صدقناش، ولكن سقط ثلج على مصر. جوي البعض يرى ان المستقبل ربما يكون فيه ضباب، محدش متفائل بيه قوي، لكن جوي بتكسر هذه القاعدة. قالت مصر هتبقى سيدة العالم، وقالت ان مصر هتكتشف سلاح، وده الشيء الغريب، هيبقى معاه السلاح النووي فرد خرطوش. هي الكلام على عهدة الراوي مش انا اللي بقول. عموما مش عايز اطول، ارحب بجوي. كل سنه وانت طيبه يا جوي. شكرا لتشريفك لينا. ميرسي، صحيح بدري عشانكم. نورتينا يا ست الكل. ايه قراءتك للسنه دي في مصر؟ شايفه الدنيا رايحه فين؟ ومنين كنت جايبه الثقه الجامده دي من جواكي ان مرسي هيقع في 30/6؟ هيقع وقد وقع بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أنا كنت جايبة الثقة أولا، عندنا حركة كواكب، وعندي علم أرقام خاص بيا نادرين بالعالم اللي بيعرفوه، والثالثة والأهم هو نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نبوءات، هو الرسول قال لنا إن في آخر الزمان سيأتي حكم الخوارج، هتكون مدته سنة، هتكون مدته حمل امرأة وإن غابوا فسنة. فده كان بيأكد لي ده طبعا ده غير حمل المرأة 9 أشهر 9 أشهر وغابوا سنة فعلا. سنة، ده إن زاد هو فعلا صدق رسول الله. ده غير حركة الكواكب كانت في تنافر ما بين هذه الفترة، ده غير علم الأرقام، ده غير فك طلاسم كتاب الجفر اللي أنا مختصة بيه. كتاب الجفر ده اللي هو بتاع سيدنا علي بن أبي طالب، ده أملاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام علي بن أبي طالب. نعم، بس على فكرة بحب أقول شيء من حضرتك، إن مش في السوق هو الكتاب الحقيقي، لأن في مزورين كتير. الكتاب الحقيقي مش في إيدين حد وما بيقعش في إيدين حد، هو متوارث. وعندك يا جوي؟ الحمد لله متوارث من 1400 سنة، كل جيل في كل عيلة يكون في حد. فأنا من عائلتي دلوقتي حاليا معايا أنا. هو معاكي. طيب مش عايزين برضو نطول، ندخل على سنة 2014. احنا النهاردة اول يوم. قول لنا ماذا في جعبتك يا جوي؟ سنة البشرى، سنة النصر المبين، وسميتها بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. احب ابشر مصر واحب ابشر العرب، احب ابشر العالم كله. هي سنة فيها قلت ستتغير خريطة العالم. قلتها بصوت روسيا فعلا كده؟ قلتها بصوت روسيا، ونقلت عنها أكتر من وكالة أنباء عالمية. لأن أثارت اندهاشهم إيه خريطة العالم هتتغير. قلت إن الحضارات كانت من الشرق الغرب، منابع النيل من الجنوب إلى الشمال، من الشرق الغرب، وكان الأنبياء كانوا هم أصلهم من الشرق. فمعنى كده ان الحكم هيبتدي من الشرق تاني. هنا الخريطة هتتغير، ده كان قصدي. في صعود دول وفي هبوط دول، في نجم طالع وفي نجم هابط. سنة الحصان. الحصان ديناميكية،
يعني دي ابراج صينيه. نعم، بالابراج الصينيه سنه الحصان، يعني فيها سنه البساطه، سنه الانسانيه، سنه الذكاء. هيبقى عندنا اكتشافات كتيره جدا هذا العام. سنه النبل، سنه هيجي ناس جداد، ميلاد اشخاص جديده او احزاب جديده وانتهاء احزاب اخرى كانوا في مصر او مشهورين. عندك ايه فيما يخص مصر؟ وهنبتدي بقى ندخل بعد كده على العالم والبلاد العربيه. مصر ان شاء الله عندها استقرار اقتصادي وسياسي جميل جدا. الحاله الاقتصاديه تبقى حلوه قوي باذن الله تعالى السنه دي، واستقرار سياسي بالقضاء على الخوارج، لان الجيش المصري والشرطه هيقوموا بعمليات تنظيفيه على الحدود الغربيه وعلى الحدود الشرقيه، وهينجحوا فيها، هنكون مبسوطين جدا منها. وهتنجح الشرطه المصريه في ان هم هيمسكوا اللي هم المجرمين دول في اكتر من مكان. هيفشلوا المحاولات اللي هي التفجيرات وخلاص يعني. طب 2014 انا اعرف ان انت ليكي في حساب الارقام. نعم. هذا الرقم ليه دلاله معينه؟ طبعا هذا الرقم من احلى الارقام. لو جمعنا 4 زائد 1 زائد 2، احنا بنجمع السنه كعلماء ارقام، بيدينا رقم 7. رقم 7 هو رقم السعد الاكبر. التناسق للقرآن مبني على هذا الرقم، هو رقم 7. التناسق القرآني السبع المثاني، السبع مثاني والسبع سليمانات. والفاتحة رقمها 1، وسورة الناس آخر آية رقمها 114. لو جمعنا 114 زائد 1 بيساوي بعلوم الأرقام 1. لو قلنا 1 زائد 4 زائد 1 زائد 1. أنت متوقعة إيه لاستفتاء الدستور، خصوصا ان الاخوان هذا التنظيم الارهابي بيحاول انه يرهب الناس علشان ما يروحوش يستفتوا على الدستور؟ الدستور ان شاء الله هيبقى الاستفتاء عليه فوق ال 70%. نتيجة الاستفتاء؟ نتيجة الاستفتاء فوق 70%. ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما بين 68 و 70 فيما فوق باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. طيب. وستنجح يعني، هتبقى الناس راضية كمان ورغم انف الحاقدين ان شاء الله. طيب ندخل بقى ايهما اولا، الانتخابات البرلمانيه ولا الرئاسيه؟ انت عارف ان ده جدل دلوقتي في الشارع السياسي. الانتخابات الرئاسيه. الانتخابات الرئاسيه هتكون الاول. انا قلت اللي جاي هيبقى منصب بامر الهي، ولكن عن طريق انتخابات، عشان يبقى كلامي واضح. عشان انا يعني عارفه انا بقول ايه. تنصيب الهي. ورويت ان سيدنا يوسف عليه السلام لما نصبوا فرعون ملك فكان هيأ له الاسباب، ولكن هو كان من قبل منصب من الله سبحانه وتعالى. ما قلتش كده ان اللي جاي نبي، لا مش نبي، ولكن رسول الله نبأنا بحاجات زي ما نبأنا بصلاح الدين الايوبي انه هيفتح القدس. نبأنا باللي جاي اللي هو حاكم مصر هيبقى منصب من السماء الهي، ولكن عن طريق انتخابات. طيب يعني ما نشوف اللي موجودين على الساحه. اولا الاكثر شعبيه وعليه الالحاح الكثير من الجماهير بالترشيح، واحنا مش عارفين هو هيرشح نفسه ولا لا. الفريق اول عبد الفتاح السيسي لم يرشح نفسه لان هو مش عايز يرشح نفسه. مش هيرشح نفسه؟ لا لا لا. طيب يعني واذا اضطرته الجماهير يعني خرجت في مظاهرات زي 30/6 او 26/7 الماضي، هيكون موقفه ايه تتوقع؟ افتكر ان ممكن يكون في حل قبليها، لان سياده الفريق السيسي مش عايز يرشح نفسه. انا واثقه من كده، لان هو رئيس مصر ليس القادم ولكن المستقبلي. يعني مش اللي هو هيجي ولكن المستقبلي. له دور عظيم في مصر، وقلت ان هو دوره اعظم من رئيس جمهوريه، وهو الحاكم المستقبلي. سموها بقى رئيس، سموها هو الحاكم المستقبلي، مش في الرئاسه القادمه، لا هيبقى ليه دور عظيم للعالم كله. واحب اقول ان الفريق السيسي هيبقى هذه السنه اللي احنا فيها جيفارا، هيمثل جيفارا وهتحمل صوره في دول كتير، هيبقى رمز. يعني نقول مثلا زي رئيس جمال عبد الناصر لما كانت بتحمل صور، وحتى يعني الان في العالم العربي كله. الله يرحمه الرئيس جمال عبد الناصر، بس الفريق السيسي هياخد شعبيه اكتر، هيبقى اقوى بكتير. طيب نبدا نشوف المرشحين بقى اللي موجودين على الساحه. انت عندك مثلا في مرشح التيار الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح. لا دور له، مش شايفه له اي ابدا.
طيب في مثلا ناس بتقول في السيد عمرو موسى رئيس لجنة ال50. السيد عمرو موسى سيكون هو شخصية نبيلة محترمة، سيكون له أفكار ناجحة هذا العام ستساعد على تحسين بلادنا إلى مرحلة النصر والنهضة. لكن مش هيبقى رئيس مصر؟ لا مش رئيس مصر، وهو كمان مش عايز يبقى رئيس مصر، ولكن هيبقى ليه دور فعال إن شاء الله في الفترة القادمة. الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق لا دور له. طيب الفريق أحمد شفيق سيكون له برضو كلمة فعالة للنهضة بمصر، أو فكرة أو مشروع أو رؤية. يعني هي الناس اللي عندنا اللي هم دول الكبار بتوعنا هيحاولوا ينهضوا بالبلد، طبعا بالاستعانة بالشباب بتوعنا. طيب اللواء مراد موافي وتردد اسمه بالنسبة للمرشحين. ما يعني مش متوقعه له حاجه معينه. طب جوي انت قلتي ان رئيس مصر القادم هيبتدي حرفه اسمه بحرف الميم، يعني مش شرط يبتدي بميم، ممكن يكون اسمه محمد او احمد، وانا برجح احمد او محمد الاثنين واحد. قلت هياخد هو اسمه من سر الميم. بمعنى ان قلت اول شيء هيبقى اسمه من الصفات بتاع الرئيس القادم من 3 زعماء قلنا بعد الثورات. لو هناخدها بمنصف مرزوقي بتاع تونس، ايوه هيبقى من صفات النص انه يكون منصف. لو قلنا الرئيس عدلي منصور هيبقى عدل ونصف. لو قلنا عبد الرب منصور هيبقى راجل بتاع ربنا وبيعرف ربنا. هي من صفاته ميم. ولو قلنا كمان ميم لان هو بعد 3 ميمات، هو اسمه صاحب مصر عندنا في النبوءات 3 ميمات اللي هو